السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع ماتش الزمالك والمقصة واللي انتهى بفوز الزمالك 4-1 مع الرأفة. الزمالك بيؤكد أحقيته بالوجود في المركز الأول على عرش الدوري المصري. بدأنا التشكيل كالعادة 4-2-3-1، هو التشكيل الثابت تقريبا في كل الماتشات اللي احنا بنلعبها، بيتغير على حسب مجريات المباراة. بدأنا التشكيل ب4-2-3-1. حراسة المرمى عماد السيد، قدامه 4 حازم إمام، الكابتن حازم إمام، وبهاء مجدي الناحية التانية. في قلب الدفاع محمود علاء وعبد الغني، قدامهم المخ والعضلات كما يجب أن تكون طارق حامد وساسي، قدامهم كهربا وأوباما وإبراهيم حسن. بيقود الهجوم عمر السعيد. بداية متحفظة من الزمالك، وطبعا كان لازم تكون متحفظة أمام المقصة. احنا امتلكنا الكورة في خط النص، امتلكنا الكورة معظم الوقت. بداية كانت متحفظة ودمها تقيل، بس كانت واقعية. انت بتلعب قدام المقصة، وطلعت يوسف بيلعب بالسلاسل الهجوم الافريقي اللي بالمناسبة محدش شافهم الماتش اللي فات. واقول لكم على حاجة، محدش شافهم الماتش ده. لسه الافكار الخزعبلية هتشتغل في دماغي، وبدأت حتة ان الزمالك يتعادل مع المقصة، والمقصة كان دمه تقيل في ماتشاته مع الزمالك، واحنا هنتعادل، لا احنا هيدخل فينا جول، لا 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 هيحصل، لا هنسوي. جملة تكتيكية مفاجأة لينا كلنا ترتد من دفاعات المقاصة عشان تروح لأحسن صفقة جت في تاريخ الزمالك آخر 10 سنين، يرفعها للمدافع الهداف وما يستناش عليها لحظة، وفي سقف الجول يحرز الهدف الأول للزمالك. بعدها بدقايق بدأنا السيطرة على الماتش. جه عمر السعيد يتسبب في ضربة جزاء للزمالك، وبالمناسبة هي ضربة جزاء، أي حد يعترض مش مشكلة، رأيكم مش مهم خالص. ضربة جزاء للزمالك برضو محمود علاء اللي بيركنها بمعلمة على شمال احمد عادل عبد المنعم عشان يخلص الشوط الاول. الزمالك متقدم 2-0 على المقصه. الماتش اتفتح يا جماعه. في 3 حاجات قبل ما ادخل في الشوط التاني كنت عايزه اتكلم عنهم في الشوط الاول. معلمه اوباما في انه ما يكملش في الكوره عشان عارف ان هو اوفسايد. اوباما وصل لمرحله من النضج ان هو يبقى فاهم حتى الكرات دي راجع كده ولا في دماغه، انه عارف انه اوفسايد، ساب الكوره يكمل عليها محمود علاء عشان يحرز الهدف الاول. طبعا بغض النظر عن ان اوباما عنده بعض التحفظات كده، انت اوباما بتمسك الكوره في رجلك كتير، بتكون اناني في بعض الكور. الحاجه التانية ان احنا كنا متحفظين زياده عن اللزوم. الماتش ما كانش مستاهل، خصوصا ان المقاصة فريق مش تقيل قوي، او هو بيبقى تقيل قدام الزمالك، بس احنا تحفظنا كان زيادة عن اللزوم. الحاجة التالتة ان الثلاثي الهجومي بتاع الزمالك اوباما وابراهيم حسن وكهربا كانوا ادائهم كان ضعيف شوية الى حد ما الشوط الاول، فبالتالي كان عمر السعيد برضو مش باين غير في لقطة ضربة الجزاء. في الشوط التاني نزلنا مرتاحين اكتر وبنلعب بتركيز اكبر، وكمان بنحاول نسجل عدد اكبر من الاهداف، وده حصل فعلا في الشوط التاني في الهدف الثالث، بعد مهارة ولا اروع ومهارة معتادة من اوباما عشان تروح للمايسترو ساسي اللي بيحطها بعد تهويشة يا سلام عليها. بيهوش ويحط كرة في الجول عشان يؤكد على أحقية الزمالك في الفوز بالماتش المقصة، وأحقيته بالمركز الأول في الدوري المصري ب45 نقطة. هدف التالت للزمالك جملة ولا أروع، هدف ولا أروع. لا وكمان بقى خد عندك بقى لحد الدقيقة 70 تقريبا بنضيع في انفرادات، بنضيع في رأسيات، بنضيع في فاولات، بنضيع في كل حاجة، بنحاول على قد ما نقدر نجيب عدد أكبر من الأهداف. فعلا حصل بعد ضغط بوطيب في الكورة الرابعة لكهربا اللي بيرفعها عرضية على رأس ساسي الدولي التونسي الجميل جدا، اللي بيؤكد برضو ان انا جاي الزمالك يا جماعة، انا لاعب كبير جدا، انا لاعب دولي، انا لاعب اساسي في المنتخب. رأسية والهدف الرابع للزمالك. الماتش ماشي تمام جدا وماشي زي ما احنا عايزين، بنلعب كورة حلوة، بنجيب اهداف كتير، في تركيز من اللعيبة بغض النظر عن الانفرادات اللي ضاعت من كهربا وبوطيب. بس جه حازم امام غفلنا في طرد كده غير متوقع بالمرة. فجأة حازم امام اتطرد واحنا مش عارفين ليه. بس بالمناسبة حازم امام وبهاء مجدي عملوا ماتش تكتيكيا عالي جدا. ماتش كان كويس جدا دفاعيا، ما حسيناش بيه قوي في الهجوم وعرضياته اللي غير مفهومة بالمرة لحد دلوقتي، بس دفاعيا احنا يعني فعلا حازم امام وبهاء مجدي كانوا ملتزمين جدا في اللعب في مكانهم، وخصوصا في منطقة الدفاع. اما بالنسبة للشوط التاني بالتحديد، انا اكتر حاجة لفتت نظري الضغط العالي من كل اللعيبة في كل حتة في الملعب. الضغط الايجابي، مش بس ضغط وخلاص، مش بنحلق الله يسترك، لا احنا بنضغط بنضغط بنضغط، نقطع الكورة، بنروح نجيب هدف. احنا الزمالك. الحاجة الأخيرة اللي كنت عايزة أتكلم فيها قبل ما أنهي الفيديو ده، طبعا محمود علاء وأوباما أتمنى أشوفهم في المنتخب الفترة الجاية، ولا هنشوف المحسوبيات؟ هنشوف.
الحاجة التانية اللي كنت عايزة اتكلم فيها حازم امام وبهاء مجدي والتنافس بين اللعيبة على المراكز في قلب الملعب، ده كله في مصلحة الزمالك. اتمنى تفضل المنافسة دي موجودة باحترام وبحب للزمالك عشان تفيد الزمالك. الحاجة التالتة كهربا يا ريت تركز في الملعب اكتر من تركيزك في تجديد العقد. ان شاء الله هتجدد العقد وان شاء الله هتكمل في الزمالك وعقدك هيترفع، بس نهدى شوية ونركز في الملعب اكتر. اهم حاجة عايزة اتكلم فيها عبد الغني يا جماعة بدأ يوصل لمرحلة من النضج ان هو يلعب ويخبي لعيبة في شنكاره، يعني ما شاء الله عليه، ان شاء الله يكمل على نفس الطريقة دي، ماشي في نفس النهج بتاع الونش في بدايته كان متهور، دلوقتي ناضج. عبد الغني نفس الحكاية، بس عبد الغني مش متهور، عبد الغني ما كانش مركز، كان خايف متوتر، دلوقتي بدأ يتقل، بدأ يكون لعيب كبير في الملعب، يهدى على كورته، يباصي صح، تشتيت إيجابي. الحاجة الرابعة والأخيرة، مش الأخيرة قوي يعني اللي قبل الأخيرة، عايزة أقول لكم إن جروس بيلعب في كل ماتش بطريقته، بيلعب كل ماتش بماتشه، بمعنى إن أنا بدخل كل ماتش مهما كان تقيل أنا هلعبه وإن شاء الله هكسبه. مفيش حاجة اسمها أنا خايف من الماتش ده، لا أنا مقلق من الماتش ده. طبيعي هنقابل خسارة وهنقابل تعادل، بس المهم نحافظ على القوام الرئيسي للفريق، نحافظ على مركزنا في على تفوقنا في المركز الأول، ونحافظ على مكانة الزمالك واسم الزمالك. الحاجة الأخيرة بقى، أتمنى يكون مدير الكورة يتكيف من الماتش والتحكيم. شكرا، واشوفكم إن شاء الله الماتش الجاي، وإن شاء الله يكون فوز للزمالك، وإن شاء الله نأكد على صدارتنا في الدوري. سلام عليكم.